السلام عليكم. في رحلتنا مع التراث الشعبي لمدينة جبن نقف اليوم أمام معزوفة غزلية فريدة، قصيدة مزجت بين الدعاء والإيمان والحب والجمال. كتبها شاب في مقتبل العمر، الشاعر الشهيد ناجي مسعد حمود، المولود عام 1952 ميلادية في مديرية جبن، والذي رحل شهيدا في عام 1972، تاركا إرثا شعريا غزليا خالدا. لم يكن مجرد شاعر عابر، بل كان عاشقا للحياة، صادقا مع نفسه وأصدقائه، مفعما بالطموح، لكنه رحل سريعا كما يرحل الندى عن زهر الصباح. المقطع الأول يقول فيه: يا الله يا حاكم الحق، العبد يدعيك يرزق، والرزق منك يفرق يا عالما كل نية. يا الله يا هادي النوب، فرج على كل مكروب، وكل شاكي ومتعوب يا مستجيب الشكية. يا عاصي الله ويلك، عاد البلا يجيلك، والنار بات طويبك لمن عصى مشتهية. ليلة نكيرا ومنكر يجوك لا داخل القبر، في الصبح ولا في العصر يجوا بصوره بلية. افتتح الشاعر قصيدته بالدعاء إلى الله، وهو أسلوب مألوف في التراث الشعبي، حيث يبدأ الشاعر بالاستعانة بالله طلبا للرزق والفرج، ثم يذكر بالعاقبة، عاقبة العصيان والمصير بعد الموت. هذه البداية تمنح القصيدة روحا إيمانية، وتشعرنا أن الغزل الذي سيأتي بعد قليل ليس انفلاتا من القيم، بل امتدادا للحياة نفسها، حياة يختلط فيها الحب بالإيمان. المقطع الثاني يقول فيه: يا الله تسهل خرايم، لبادع القول ناجي، ولا يريد العواجي والهاجي تقبل هدية. واذكر نبينا محمد، ما ناح بلبل غرد، صلاة في كل معبد تخص سيد البرية. خزنت والقات مطيور، والفجر قد شاع بالنور، والقلب غاثي ومقهور ولا رقدنا شوية. سهرت في دار عالي، سهران عدة ليالي، واني بشوذي قبالي فني وصورة رضية. يمهد الشاعر لنصه الغزلي بذكر اسمه وصلاة على النبي الكريم، ثم يدخل في جو القصيدة، حيث الليل والسهر وطيف الحبيب الذي يشغله عن النوم. هنا نلاحظ صورة مألوفة عند شعراء الريف: الفجر والليل والسهرات الطويلة، لكنها تتحول عند ناجي إلى فضاء عاطفي، القلب مقهور والخيال منشغل بصورة الحبيب. المقطع الثالث يقول فيه: الجعد حقه مندش، والطيب بينه مربش، والعطر فيه نبعة تهرش، وزاد سوادرية. جبينه الضوء منه، محلى جماله فنه، إن تسأل الناس عنه ما له مثيل في البرية. وعيان حمراء زويبة، إذا رمى با يصيبه، لما يموت حبيبه يموت ميتة هنية. الأنف هو خنجر الفن، أقدى من السيف، وأحسن من حبه القلب يسهن، إن المحبة بلية. في هذا المقطع تتجلى براعة الشاعر في رسم صورة الحبيب. يبدأ من الشعر فيجعله مندوشا تفوح منه الروائح العطرة، ثم ينتقل إلى الجبين الذي يشع كالنور. العيون هنا ليست مجرد عيون، بل سهام حمراء تفتك بالقلب. أما الأنف فقد جعله خنجرا للفن، أجدى من السيوف وأمضى من الرماح. إنها لغة بلاغية عميقة تزاوج بين الوصف المادي والتشبيه الرمزي. في المقطع الرابع يقول: والفم خاتم سليمان، ذيق مع الإنس والجان، فنان من فوق الأفنان وأسنانه الكهربية. والعنق عنق الغزالة، ذي هو طنن في الفضاله، والله يزين جماله ما حسنه إلا هدية. نجد هنا صورة أسطورية، إذ يشبه فم الحبيب بخاتم سليمان الذي جمع بين الإنس والجن. هذه مبالغة شاعرية، لكنها تكشف عن اعتقاد داخلي بأن الحبيب يمتلك قوة سحرية. ثم ينتقل إلى العنق فيراه كعنق الغزالة، رمز الرشاقة والجمال في المخيال الشعبي. وهكذا يزاوج ناجي بين الخيال والأسطورة والطبيعة. في المقطع الخامس والأخير يقول: لو خيروني جبوتي وموالها والبيوت، ما أحب غير السكوت، ذي له معاني عنية. أود ورد المريكان والهند كله لبنان، ورد السعودي والألمان ما هي بضمه ليه. بحوطه باسم رحمن يجنبه كل شيطان، ولا مصيبة من الجان، وكل عين قوية. يا ريت من عنقه امتد، لا فوق حمام يرهد، يشوف ولا يأكد أهل القلوب السلية.
الحلم قد هو حقيقي من فرقته لا فريق، أعطى لبن يا صديقي اشرب من الزمزمية. تختم القصيدة بلغة عاطفية صادقة، حيث يرفض الشاعر كل مغريات الدنيا، الأرض والمال والمكانة، أمام حب صادق يشغله عن كل شيء، يطلب له الحماية باسم الرحمن، ويحلم أن يظل قريبا منه حتى الحلم عنده يصبح حقيقيا، واقعا يعيشه وإن غاب المحبوب. في هذه الأبيات نلمس صفاء نفس الشاعر وعمق عاطفته. قصائد الشهيد ناجي مسعد لم تكن مجرد غزل، بل كانت انعكاسا لشخصية حالمة مرحة طموحة، أحب الفن والشعر وعاش بالإخلاص والوفاء، ورحل مبكرا لكنه بقي خالدا بشعره. نلقاكم في الرحلة القادمة مع شاعر آخر وحكاية جديدة من تراث جبن الشعبي العريق. في أمان الله.